بحال أي مباراة الحمد لله. أجواء مزيانة. الدراري واعيين على المسؤولية اللي عليهم. خصوصا أن الماتش ديال البرازيل ماتش قاس. تنعرفوا المنتخب ديال البرازيل منتخب كبير، وان شاء الله حنا مستعدين ان شاء الله للمقابله ديال غدا ان شاء الله. وتنتمناو الشعب المغربي انه يساندنا ان شاء الله باش نحققوا نتيجه ايجابيه. بعد فوز المنتخب المغربي على إسبانيا وفوز بثلاثة نقاط اللي ضرورية الإخوان، ولا تعطينا قوة للمباراة الجاية. عندنا مقابلة اللي صعيبة، ونقول لكم مقابلة الحاسم. المقابلة غتأهلنا ديالك على ما أظن، حيت المنتخب البرازيلي والمكسيك تعادلوا والصبليون خسرات معانا. يعني لحد الآن حنا متصدرين المجموعة بفارق 2 نقاط على البرازيل. الإخوان غادي يلعبوا معاها يوم الغد إن شاء الله، يوم الخميس على الساعة 1 بتوقيت المغرب او 12 واقيلا. الاخوان مع غادي نلعبوا. شنو هو المنتخب البرازيلي؟ شنو هو نقاط الضعف ديالو؟ شنو هي التشكيله اللي غادي يدخل بها الاخوان؟ كيفاش غادي يلعب المنتخب المغربي؟ واش المنتخب البرازيلي قل من المنتخب الاسباني؟ طبعا الحال ما تنساش لايك، ابوني، بارطاجي مع صاحبكم. اول حاجه غادي نبداو بها هي المنتخب البرازيلي كيفاش تيلعب. المنتخب البرازيلي هو واحد المنتخب الهجومي تقريبا بحال اسبانيا، تلعب وتركز على الهجوم الاخوان اكثر من الدفاع. وطبيعه الحال اللي تركز اي منتخب اي فريق في العالم لا كان تركز على الهجوم وتدرع بالهجوم ديالو، راه طبيعه الحال تيكون عنده الدفاع ناقص شويه. المنتخب البرازيلي تأهل إلى كأس العالم الإخوان، مباريات اللي صعب بزاف وتقريبا ربحهم كاملين. يعني لعبت الأرجنتين ولعبت الأوروغواي وبزاف ديال المنتخبات الأخوية بزاف، واللي على حسابهم تأهل إلى نهائيات كأس العالم الإخوان. وماشي من السهل من داكشي اللي داز منه. يعني هادشي هذا كامل تيبين لينا بلا المباريات ديالو كانوا صعاب، بلا هو منتخب اللي قوي هجوميا، وحتى الحارس ديالهم اللي واعر تبارك الله، وحتى الوسط ديالهم عندهم مشكله في الدفاع. الاخوان هادشي اللي شفناه حتى في المباراه ضد المكسيك، ما بين البرازيل والمكسيك. الاخوان حيت راه ما كانوا ساليين ماركاو عليهم 2 الاهداف وخرجوا بالتعادل بسبب دفاع الاخوان. وحتى المكسيك ماشي منتخب اللي قوي، من بعد غتعرفوا علاش كانوا ماركاو عليهم 2 البيوتا، وحده من الركله ركنيه، وحده من لاعب تكتيكي من المنتخب المكسيكي اللي جميل وقدر يوصل بها للشباك ديالهم ماركاهم. تيخليهم مساحات ديالهم في الدفاع بزاف، يعني تيخليهم مساحات تلقى منين تدخل دوز الكره ديالهم في خط الدفاع ديالهم الاخوان اللي كبير بزاف، وتيخليهم يرتكبوا اخطاء داخل مربع العمليات اخواني، داخل الكاري تاع الحارس مرمى التزويد تيرتكبوا في الاخطاء الاخوان. وهادشي يقدر يستافد منه ويبيع الاخوان، يقدر يريطهم في شي بيلانتي ولا في شي ضربات خطا اللي قريبه بزاف. نقدر نماركيو واحد عندنا مواهب تبارك الله اللي واعرين وتيقصروا مزيان الاخوان. ولكن الا كان عندهم بلا الدفاع ناقص شي شويه، راه عندهم هجوم اللي قوي بزاف وتيبنيو الكره من الخافضه توصل حتى وتفتكوا الدفاعات ديال الخصم وتدخلوا وتماركيو الاخوان. يعني ماشي منتخب اللي سهل ولا نقولوا راه منتخب سهل اجل تنوضوا نضحكوا معاهم شي شويه ورخيو راسنا. لا، خاصك تجمع راسك، واخا تكون لاعب ضد المنتخب ما تيلعب كاع الاخوان. وحتى حنا الاخوان المنتخب ديالنا راه قوي بزاف، وبلا ما نهضروا تبارك الله الاخوان عندنا شباب اللي واعرين تبارك الله. ويا ربي تبعد لنا على عنات الاصابات، وياسين الزبير الاخوان يرجع ان شاء الله. حيت قلبت وبحثت شويه ما لقيت عليه حتى شي هضره واش غادي يلعب ولا ماشي يلعب، حيت ما تيبغيوش يسربوا المعلومات ويستافد منهم الخاصه من الاخوان هكاك. حيت ياسر الزبير تبارك الله عنده ذكاء هجومي اللي واعر بزاف. ودابا اجي نشوفوا التشكيله اللي تدخل بها محمد وهبه الاخوان. بلا ما نطول عليكم بزاف، تشكيله بلا ما نبدا نقول لكم في الاسماء، نفس الاسماء غادي تدخل تقريبا، فقط يكون تغيير واحد على مستوى راس حربة الاخوان اللي هو ياسين الزبيري. في حاله لا كان اصابه غادي يدخل لاعب يونس البحراوي لاعب الكوكب مراكش الاخوان. غادي يدخل يونس البحراوي اللي تا هو في الماتش اللي فات راه دخل ولعب مزيان، ولكن دخل في واحد الدقائق اللي ما يمكن ليش يلعب مزيان، حيت كنا تندافعوا اكثر ما كنهاجموا. دخل في الدقائق 69 70 وماركا هدف الثالث، ولكن خرج تسلل مع الاسف. ماشي مشكل، الا كان تصاب ياسين الزبيري راه غادي يدخل يونس البحراوي في المكان ديالو. ونتمناو ان شاء الله تبعد عنا لعنه الاصابات، حيت راه الاصابات راه يحطموا اللاعبين الاخوان ديال بصح. ونتمناو ان شاء الله محمد وهبي يمشي على المينوال ديال ويدرك في كاس العالم والمينوال ديال المباراه السابقه ديال اسبانيا، وما نغيرش التشكيلات، غير كاع يكون شي 2 تغييرات ولا 3. وحتى التغييرات اللي تيدير محمد وهبي راه شفتهم اللي بلا تغييرات عقلانيه وتغييرات من منطقه الاخوان، حتى تغييرهم في التوقيت ديالهم نستطيعوا التغيير. ومن احسن الحوايج اللي
خاصنا نركزوا عليهم اللي هي نحاولوا نلعبوا كره فراز، ماشي بحال الماتش اللي فات لعبنا الكره في السماء الاخوان. علاش؟ حيت المنتخب الاسباني خلينا نلعبوا كره في السماء، وهذا الشيء هذا اللي خلاهم يحتفظوا بالكره بزاف ويبقاو ضاغطين علينا حين تلعبوا كره في السماء. ولكن انت فاجئ بعض الاخطاء الاخوان يقدر تكلفنا بشي هدف، داكشي علاش اللاعبين ديالنا تبارك الله عليهم تيلعبوا الكره في السماء الاخوان. وهادشي دا مزيان ماشي خايب مزيان، ولكن نحاولوا نلعبوا في الارض الاخوان احسن ما نلعبوا في السماء. ولكن نلعبوا في الارض لكننا ماركين 2-1، ولكننا مهنيين الاخوان وعارفين راسنا بلا مؤهلين. والاخوان المنتخب البرازيلي ماشي منتخب اللي سهل، عارفين بلد كروي بلد موهبه. الاخوان عندهم مواهب واعرين، اللاعبين ديالو الشباب تقريبا كاملين تيلعبوا في البرازيل، قليل اللي محترف على برا الاخوان. وهو في صراحه الله ماشي قوى من المنتخب الاسباني، ولكن راه تيلعبوا بذكاء حتى هما. المنتخب الاسباني في صراحه الله كون يتعادلنا معاهم كان بتكون مزيانه. كنت نقول غادي نتعادلوا مع اسبانيا، نتعادلوا مع البرازيل ونربحوا مع المكسيك وحنا تأهلنا ب5 نقاط. ولكن احسن سيناريو يوقع ليك هو تربح الماتش الاول ضد الاقوى مدرسه كرويه واقوى منتخب مشارك في كاس العالم اللي يلا جاي داير اليورو الاخوان، وتبارك الله عليهم ضد فرنسا راه تيلعبوا. وان شاء الله محمد وهبي يبقى غادي على هذا الخط هذا ويركز على الماتشات اللي باقيين له وما يتغرروش. الدراري يركزوا وما يدخلوش يقولوا صافي ربحنا السبليون صافي ما باقيش سميتو. لا، خاصك تركز وتلعب مزيان. ونتمناو محمد وهبي يبقى مدافع اكثر ما يهاجم، حيت راه منتخبات لا قويه الاخوان وماشي بحال المنتخبات الافريقيه حتى كنشاهدوا حتى في المنتخب الاول. خاص يبقى مدافع اكثر ما مهاجم، حيت لا هاجمتي وشديتي كره وخليتي لهم سميتو، حيت هما عندهم واحد الهجوم اللي قوي ديال بصح الاخوان. يعني من الاحسن نبقاو نلعبوا بديك اللعبه تاع 4-4-2، ما بقاتش عندنا كره نلعبوا بديك اللعبه تاع 4-2-3-1 كما كان في المباراه السابقه. ومن بعد من ماركي 2 ديال الاهداف ولا على الاقل هدف وصلت دقيقه 8 وباقي لا ماركينا هدف، وكنتمنى ان شاء الله نماركو 2 ديال الاهداف واحد المره بحال الماتش اللي فات باش نتهناو. عاوتاني يدخل لينا ديك اللعبه تاع 5-3-2 باش نسدوا عليهم ما نلقاوهم نخليهمش يتنفسوا نهائيا. وهذا هو نقاط الضعف ديال المنتخب البرازيلي والدفاع ديالو، ونقاط الضعف ديال المنتخب المغربي الحمد لله راه ما كايناش، ما شفت حتى شي نقطه ضعف ديالنا الاخوان. طبيعه الحال ما تنساش لايك ابوني بارطاج مع صاحبكم. طلعوا نشوفكم فيديو جديد كما معكم اخوكم وحبيبكم فيكم لايك وشير. يلا واسير بيكم هذا البربر جاي كالبرق، واللي بغى يبان ينوض المنبر. هذا دول البرد جاي كالمرض، هالعرو مسك تشوف على منظر. الوطن خير يطلبوا الخير، اخي بيان فوني بالموت الا جات. والراب ميخير وباك الليخ بيبليك خصوصي العتاب ونجاس. داخل في الجيم بلا مانيطه، الروابا يقيلوا يطلبوا في النجاس. صايق السفينه في يدي خريطه، والوالده تقول سير هالنجاح. صغير وعايق بالعباد الوطن، تا الدماغ تيقول بدل الجنسيه. معذب خلوق انايا في الدنيا، ربي يدير الخير عتق البشريه. الحمد لله مكسي لباس